بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في رحاب هذه الحلقة وهي رقم 48، وسنخصص هذه الحلقة مشاهدينا الكرام للاحتفاء بالعام الهجري الجديد 1444، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا عاما بعد عام، وأمتنا الإسلامية والعربية في وحدة وتعاضد ومزيد من التلاحم ولنصرة دين الحق الإسلام. وقد ارتأيت في هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أتقفى إبداعات الشعراء، لأنه الشعر هو أبلغ أساليب التعبير. وهنا أذكر عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أذكر أستاذنا محمد صالح ابن هارون شاعر الشرق في مدينة كسلة. كنا نعرفه ويعرفه الناس بابن هارون، وهكذا كان يحلو له أن يسمي نفسه بابن هارون، وكان من شعراء شرق السودان الحبيب، شاعر فحل لا يشق له غبار، ومن الشعراء المجيدين. وكنا محظوظي الدفعات أن درسنا في المدرسة الثانوية في مدرسة كسلة الأكاديمية اللغة العربية في المرحلة الثانوية، أعتقد في الصف الثاني، ثاني ثانوي. فكل ما دخل علينا نحن كنا نقول له، طبعا الوقت ذاك نحن لم نبدأ كتابة الشعر، ولكن كنت مولعا بالشعر منذ قبل تلك الفترة بسنوات. فلما يدخل ابن هارون، وكان طبعا مشاركات ابن هارون في أي أمسية شعرية تقام على امتداد مدينة كسلة، مدينة الجمال والعشق والشعر والأدب. ابن هارون كان له صولات وجولات في تلك المدينة وغيرها طبعا، وكذلك في جمهورية مصر العربية، سيما وأنه كان متزوجا من شمال الوادي، من مصر الحبيبة. فكانت له مشاركات كذلك في المنتديات المصرية، وكذلك في المنتديات العربية. وكلما أطل العام الهجري الجديد كنا نقول له هارونيات هارونيات كذا، وكل ما دخل علينا في الفصل. فأذكر مما كان يقول دوما في مستهل العام، ودرسنا في سنة أولى وسنة ثانية في المرحلة الثانوية. فكان يقول دوما هذا البيت، هي قصيدة طويلة كان يلغيها كلها، وكان يعني له فن الأداء في الشعر والإلقاء المتميز يعني، وأنا ربما أخذت منه شيء من أسلوب الأداء يعني. صحيح نحن التقيناه متقدما في العمر قليلا، وذلك كان في الثمانينيات، وتحديدا 83 84 من القرن الماضي. فمما أذكر قصيدته في العام الهجري الجديد، كان يقول: نحل الهلال، نحل الهلال وما اعتراه سقام، لكنه ذكر الأولى فأصابه إيلام. نحل الهلال وما اعتراه سقام، لكنه ذكر الأولى فأصابه إيلام. ذكر الشموخ وأهله وينساب في القصيدة، ونحن متكيفين طبعا ومنشرحين. ودائما المعلم لما يطلع عليك برا من المنهج والمقرر، الطلاب دائما يكونوا مرتاحين. الذين كان لهم جنون الشعر وكذا كنا أكثر الناس طربا وفرحا بذلك الألق يعني. فكلما جاء العام الهجري الجديد أنا أتذكر شاعرنا ابن هارون، وأترحم عليه هنا. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله واسع مدخله، اللهم أبدله خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. فدائما أنا أتذكر هذا البيت: نحل الهلال ومع تراه سقام، لكنه ذكر الأولى فأصابه إيلام. وأنا إن شاء الله في مطلع العام الهجري القادم بإذن الله أسأل الله يوفقني تخليدا لذكراه واعترافا بدوره كأستاذنا وشاعرنا الهمام. أنا إن شاء الله سأقتبس
البيت الأول وأعمل له اقتباس وتضمين، وسأسرح في شمائل الهجرة النبوية الشريفة والمصطفى والإسلام إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني على ذلك العام القادم إن شاء الله، على ذات الروي وذات البحر إن شاء الله، تخليدا لذكرى ابن هارون، وسأهديها إليه وإلى الصحابة الكرام والمصطفى صلى الله عليه وسلم بإذن الله. ولذلك اليوم إن شاء الله مشاهدي الكرام سأقرأ عليكم جملة من القصائد رصدتها وهي تتحدث عن المولد، عن الميلاد، أي ميلاد العام الهجري الجديد. لكن قبل هذا وذاك مشاهدي الكرام، دعوني أتوقف مع قصيدة يحكي فيها شاعر عن كيف ينبغي أن يكون الشعر. والشاعر هو ناصر دوادي. يقول في مسألة الشعر، وكأنه يرد على شعراء الحداثة، أولئك الذين يعني يفقؤون عيون الشعر ويصوبون الأسهم الفتاكة لماهية الشعر، ولكن الشعر هو باقي كشعر كما نزل وكما عرفه العرب والمسلمون. فهنالك من يحاول أن تحت ذريعة التجديد وقصيدة النثر وما إلى ذلك يعني يتقيؤون عفوا بأشعار لا تمت بصلة، يعني كما كان يقول شاعر المقرن أستاذ فرج الطيب السراج رحمة الله عليه، كان يسمي ذلك الشعر مخنث الشعر، لا أنثى ولا ذكر. كان يسميه هذا الشعر ما أعرف إنه لا هو أنثى ولا ذكر، يعني مخنث، يعني لا مؤاخذة يعني. وفعلا هو هكذا الشعر الذي لا يلتزم بالشعر، نعم، لشعر التفعيلة الموزون، هنالك موسيقى وقافية والتزام بكل فنون أو ضوابط اللغة العربية، يعني النحو كما سنرى في هذه القصيدة. يقول الشاعر، بعد ذلك سآتي إلى الهجرة النبوية الشريفة. فالشاعر ناصر دوادي يقول: لقد أضحى الجميع يقول شعرا، لقد أضحى الجميع يقول شعرا، وشكل الشين فتح ليس كسرا. ده كلام جميل، يعني هو في فرق بين الشعر والشعر طبعا. فقال لقد أضحى الجميع يقول شعرا، وشكل الشين فتح ليس كسرا، يظن الشعر ألفاظا تغنى ولا يحتاج قافية وبحرا. يظن الشعر ألفاظا تغنى ولا يحتاج قافية وبحرا، ويحسب أن قرض الشعر سهل ولا يحتاج موهبة وفكرا. ولا يحتاج موهبة وفكرا، ولا يحتاج ذاك الشعر إلا كراريسا وأقلاما وحبرا، ولا يحتاج أوزانا وقيدا، ولا بيتا ولا عجزا وصدرا. بكل دقيقة يأتي بنص، بكل دقيقة يأتي بنص، كمن يأتي بعيد الصمت كفرا. يكلف نفسه في النظم جد، ويعصر مخه المغلوق عصرا. ولو قام ابن أحمد من موات لمات إذا رأى التجديد قهرا. ولو قام ابن أحمد من موات لمات إذا رأى التجديد قهرا. فيا من قد أردت النظم حقا وقد أعطيت موهبة وصبرا. فيا من قد أردت النظم حقا وقد أعطيت موهبة وصبرا، عليك تعلم الأوزان فورا، فلست إذا أردت النظم حرا. عليك تعلم الأوزان فورا، فلست إذا أردت النظم حرا.
وعلم النحو والإملاء فرض، وإن كان الذي تبغيه نثرا، وطالع كل أشعار القدامى وكررها بدال ال15، فطالع للحطيئة من زهير، فطالع للحطيئة أو زهير، ولا تنسى ابن شداد وعمرا، ولا تنسى الفرزدق أو جريرا، وذاك الشاعر المقتول غدرا، وقيسا والمهلهل، ثم لازم أبا نواس ساق الصحب خمرا، وحين يجيء وحي الشعر همسا، فدع ذاك الكلام يفيض نهرا، بدون تكلف أو عصر مخ، فإن لذا البيان يقال سحرا. طبعا هو رمز ذاك الشاعر المقتول أبو طيب المتنبي، فيقول: ولا تنسى الفرزدق أو جريرا، وذاك الشاعر المقتول غدرا، وقيسا والمهلهل، ثم لازم أبا نواس ساق الصحب خمرا، وحين يجيء وحي الشعر همسا، فدع ذاك الكلام يفيض نهرا، بدون تكلف أو عصر مخ، فإن لذا البيان يقال سحرا. وقد ورد في الأثر: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. مشاهدي الكرام، سنخرج فاصل قصير ونعود إليكم لاحتفاء بالعام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير. ماذا قال الشعراء في مدح خير البرية وفي الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة؟ ولولا الهجرة ما كنا ولا كان. كثير من قيم الإسلام التي كانت الهجرة هي بداية الفتح الإسلامي. رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه الكرام. فاصل وأعود إليكم في هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. الآن مشاهدينا الكرام، أولا ندخل بمدح خير البرية المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من شعر الأستاذ كرم مصطفى. الشاعر الكبير كرم مصطفى يقول: ليل دياجير وأرض مقفرة، غيم بلا مطر ونار ممطرة، زال البهاء عن الرياض فأثمرت شوكا وزقوما ونارا مجمرة، وعلى جبين الشمس ألف غمامة تخفي ضياها تستميت لتستره، وظلم ظلام ظل طاغية أتى يهديك في الدنيا عذاب الآخرة. الجهل فاض فلا حدود تحده، الجهل فاض فلا حدود تحده، والحلم غاض تكاد أن لا تبصره، والحب نزر والحروب كثيرة، والخير في الدنيا كرؤيا عابرة، حتى أتى غيث يحيل قفارنا جنات عدن بالأمان مزهرا، تلك الصحارى أشرقت بضيائه، أضحت به واحات حب عامرة، شكرا لآمنة التي أهدت لنا قمرا أضاء الكون حقا نوره. شكرا لآمنة التي أهدت لنا قمرا أضاء الكون حقا نوره، بدر أضاء الأرض بعد ظلامها، وأحال هذه البيد روضا عاطرا، جف المداد وغاض حبر يراعتي خجلا، وهذا القلب خوف ساوره، وتبعثرت منه الحروف تناثرت، وتبعثرت منه الحروف تناثرت، هل للثرى قبل بمدح الجوهرة؟ لكن عذري أن حبك ساكني، والقلب يرجو من حبيب المعذرة، هذا كلامي قد تعطر حرفه، وبمدح أحمد
ذي السطور مفاخرة لمكارم الأخلاق جئت متمما لمكارم الأخلاق جئت متمما وبك اهتدت تلك القلوب الحائرة. لمكارم الأخلاق جئت متمما وبك اهتدت تلك القلوب الحائرة. عالجت أخلاقا فحاح عبيرها، عالجت أخلاقا ففاح عبيرها، وغدت لكل المكرمات مبادرة، وغدت لكل المكرمات مبادرة. أرسيت للإسلام صرحا شامخا وبعثت بالتقوى نفوسا ناخرة. أخلاقك الحسنى زهور أينعت، أخلاقك الحسنى زهور أينعت، وخلالك العظمى نجوم مسفرة. يا صاحب الخلق العظيم تحية وصلاة ربك والملائك حاضرة. اقرأ وسالت كل أودية الهدى يا جوهر الخلق الكريم وكوثرة. اقرأ وسالت كل أودية الهدى يا جوهر الخلق الكريم وكوثرة. ولد الهدى فتزينت لمجيئه أرجاء مكة، والبلاد السائرة هو في الليالي بدرها وضياؤها، وهو النجوم المشرقات الزاهرة. صلى عليك الله جل جلاله ما لاح بدر في الفضاء ونوره. ولد الهدى فتزينت لمجيئه أرجاء مكة، والبلاد السائرة هو في الليالي بدرها وضياؤها، وهو النجوم المشرقات الزاهرة. صلى عليك الله جل جلاله ما لاح بدر في الفضاء ونوره. صلى الله عليك يا رسول الله. هذه كانت قصيدة قصيدة في مدح خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، شعر الأستاذ كرم مصطفى. أيضا فاصل قصير وأعود إليكم برضو في قصيدة أخرى للشاعر باسل محمود أبو الشيخ. يقول الشاعر باسل محمود أبو الشيخ في حضرة النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، يقول: لجلال قدرك شقت الأقمار، لجلال قدرك شقت الأقمار، والشمس كادت تنطفي والنار. الجذع حن إليك وهو نخيلة، الجذع حن إليك وهو نخيلة، ومشت بلا قدم لك الأشجار. والذئب أسلم والغزالة تشتكي وتقول عندي في الفلاة صغار. والذئب أسلم والغزالة تشتكي وتقول عندي في الفلاة صغار. والماء في كفيك ينبع سلسلا وكيف تسلم الأحجار. من علم الورقاء حب محمد، من علم الورقاء حب محمد، حتى تروم الغار وهو قفار. أحد تزلزل تحت نعلك صبوة، أحد تزلزل تحت نعلك صبوة. أثبت أحيد فوقك الأخيار، أسرى بك الرحمن للقدس التي فيها الحجارة تحتها الأسرار. والله فعلا إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. صدق رسول الله. أثبت أحيد فوقك الأخيار، أسرى بك الرحمن للقدس التي فيها الحجارة تحتها الأسرار. وعرجت حقا كي تشاهد نوره، لا العين تدركه ولا الأبصار. وكتاب ربي للخلائق لم يزل فينا إلى ما شاءت الأقدار. بك ضاءت الدنيا وكانت
عتمة لما بدوت وهلت الأنوار. يا سيدي عذرا، يا سيدي عذرا، وشعري قاصر، والعين في وصف الشموس تحار. حرفي عليل والقصيد يخونني، وأمام قدرك تعجز الأشعار. حاز الأوائل في مديحك رفعة، طالوا الغنائم في السماء وطاروا. والعين في وصف الشموس تحار. حرفي عليل والقصيد يخونني، وأمام قدرك تعجز الأشعار. حاز الأوائل في مديحك رفعة، طالوا الغنائم في السماء وطاروا. وأنا على الأبواب أهتف راجيا، يا شعر أقبل إنه المختار. صلى عليك الله يا شمس الهدى، ما دام ليل في الدنا ونهار. صلى عليك الله يا شمس الهدى، ما دام ليل في الدنا ونهار. كانت تلكم سيداتي سادتي قصيدة الشاعر باسل محمود أبو الشيخ جزاه الله خيرا، وهو يمدح حضرة النبي سيد البشرية ونورها ولألاؤها. نتوقف أيضا في فاصل قصير، ثم نأتي إلى أبيات بمناسبة الهجرة المباركة. سنقرأ أولا قصيدة للشاعر معروف عمار هاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. هذه قناة سلام الإعلامية، ونحتفي في برنامج مع اللغة العربية بالهجرة النبوية الشريفة التي نعيش أيامها الطيبات العطرات المباركات. قال الشاعر، ويتحدث عن الهجرة المباركة الشاعر معروف عمار هاجر، يقول، أو حقيقة هو اسمه عمار معروف عمار. أعتقد أنه القصيدة عنوانها هاجر، لكن أنا شفت الاسم مركب مع بعض، لكن أعتقد عنوان القصيدة هاجر. فيقول: هاجر فأنت بعين الحفظ والمدد، هاجر فأنت بعين الحفظ والمدد، ترعى جنانك بالإلهام والرشد. واصبر فإنك في أيدي الذي خضعت له الجبابر والفرعون ذو الوتد. واصبر فإنك في أيدي الذي خضعت له الجبابر والفرعون ذو الوتد. من شر أهل الهوى تحويك عصمته، ومن أذى النافثات السود في العقد. نفاثات في العقد. من شر أهل الهوى تحويك عصمته، ومن أذى النافثات السود في العقد. تحدوك في الموكب الميمون أجنحة من الأمان، وظل الواحد الصمد. إن كان غرهم في العد كثرتهم، فأين هم من جنود الله في العدد؟ إن كان غرهم في العد كثرتهم، فأين هم من جنود الله في العدد؟ وأين هم اتخذوا أصنامهم عضدا، فكيف بالله من درع ومن عضد؟ وإن هم اتخذوا أصنامهم عضدا، فكيف بالله من درع ومن عضد؟ إن العناية إذ تغشاك رايتها، فثق بنصر عزيز الركن والعمد. ويصفع الخزي أعناق الأولى كفروا، ويصفع الخزي أعناق الأولى كفروا، ويجرعون كؤوس الذل والكمد. تبا لأفئدة شاهت معالمها، خاس النبات فلم يخرج سوى النكد. شمس الهدى سطعت
لا غيم يختلها. شمس الهدى طلعت لا غيم يختلها، أم أن ناظرها يشكو من الرمد. تبت يد الحقد إذ حاكت مكيدتها، فكان في نحرها ما كيد من لدد. وطوقت ربقة الخذلان معصمها، وطوقت ربقة الخذلان معصمها، وهي العزيزة في الأنصار والعدد. الحمق يدفع نحو الحتف صاحبه، ويهلك الغر فوق الماء وهو صدي. قد ناصبوك عداء دون ما سبب غير التكبر والإنكار والحسد. قد ناصبوك عداء دون ما سبب غير التكبر والإنكار والحسد. هم يعلمون بأن الحق غير خف، فما تقول لأهل الزور والفند. الله في نحرهم والعار يلطمهم، فلا عليك وجند الله في الرصد. فاسلك سبيلك نحو الحق وامض له، فاسلك سبيلك نحو الحق وامض له، فأنت في الرمي والقهار في السدد. ومن يقود عنان النور في لجج من الظلام، إذا ما أنت لم تقد. ومن يغيب وجه الشرك يطمره في الأسفلين، إذا بالنصر لم تعد. ومن يقود عنان النور في لجج من الظلام، إذا ما أنت لم تقد. ومن يغيب وجه الشرك يطمره في الأسفلين، إذا بالنصر لم تعد. من ذا الذي لجياد الحق يسرجها، وأنت سيد أهل الصبر والجلد. أنت المؤيد لا تحزن على وطن، أنت المؤيد لا تحزن على وطن، تركت فيه رجي الأهل والولد. الخير أنت له نبع، وأنت به نهر يفيض على الدنيا إلى الأبد. نهر يفيض على الدنيا إلى الأبد. إن أخرجوك إلى الآفاق مضطهدا، فسوف ترجع منصورا إلى البلد. يبقى الخضم سريا لا يغيض له ماء، وتمضي جفاء رغوة الزبد. إن الذي كفه أسدت إليك هدى من الكتاب، لذو عون لكم ويدي. إن الذي كفه أسدت إليك هدى من الكتاب، لذو عون لكم ويدي. مشاهدي الكرام، أيها السادة والسيدات، تلك كانت قصيدة الشاعر معروف عمار، عنوانها هاجر، بمناسبة الهجرة المباركة. وعدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات، ولا يزال احتفاءنا بالعام الهجري منسابا إليكم في هذه القصائد العظام. يقول الشاعر محمد عبد الحفيظ الهادي في قصيدة عنوانها أشواق وإشراق. أشواق وإشراق، يقول: تباريح ود في الجوانح تشتد، تباريح ود في الجوانح تشتد، لها صوب قبر حل في يثرب قصد. تسائل هادي النجم رسم عبورها إلى نجد محبوب محبته مجد. سرت بجناح الشوق في جنح الدجى إلى سدرة فيها النهى حل، والحمد تطل على طيف لطاها بطيبة، يطيب به طرف الكفيف ويرتد. إلى سدرة فيها النهى حل، والحمد تطل على طيف لطاها بطيبة،
يطيب به طرف الكفيف ويرتد، وإن هب من أرجاء كاظمة صبا يمر سلاما في نسائمه البرد. وإن هب في أرجاء كاظمة صبا يمر سلاما في نسائمه البرد، بمولده الدنيا احتفت وتعمدت به الشرعة السمحاء والبر والرشد. رسول به قد أكمل الله دينه، رسول به قد أكمل الله دينه، رسالته قد هيمنت ما لها حد، حميد من العلياء يحمد في الدنيا، ورأفته بالخلق تسمو وتمتد. صدوق كريم كامل جاء خلقه، عظيما فلا يحويه سرد ولا عد، به من رب الجود جل جلاله، وطائره الميمون طالعه السعد. أتت قبله البشرى ببعثته، وقد تقدم في إنجيل عيسى له رصد. أتت قبله البشرى ببعثته، وقد تقدم في إنجيل عيسى لها رصد. نبي بنى العلياء واستسلمت له مقاليدها طوعا، وخاب الأولى صد. به المثل العليا تبوأت العلا، به المثل العليا تبوأت العلا، فمن مثله للمجد قد شاد ما هدوا. هو المنجد الجالي عن الحق ليله، ونور من الوهاب جل له الحمد. أتى ودنا ليل من الجهل مطبق، أتى ودنا ليل من الجهل مطبق، بديجوره تاه المسنون والمرد، فدل بما أوحى له الله من هدى عقول الحيارى، واستبان لها الرشد. وحل الهدى بعد الغوى، وانقضى به شقاق، وشاع النور واسترسل الود، وجاء بنور ساطع بدد الدجى، فليس لقوم لم يدينوا له رد. فمن يبتغي دينا سواه فقد غوى، فمن يبتغي دينا سواه فقد غوى، وليس له في الحق صدر ولا ورد، وسنته ليست سوى وفق ما حكت مضامين آي الله، والضد مرتد. هم الراسخون الناطقون دليلها، بني فاطم هم أهلها والأولى عدوا. هم الراسخون الناطقون دليلها، بني فاطم هم أهلها والأولى عدوا، لتبليغها للطالبين ضحى الهدى، ودفع ضلالات بها الغر يرتد. هم الفلك للناجين من لجج الوغى، هم الفلك للناجين من لجج الغوى، إذا هاج في أمواجها الجزر والمد. هم رحمة للناس تاه الأولى جنوا، بذبح بني الإسلام أيان ما يغدو، فكم شوهوا الإسلام تبا لهم، وكم بأعدائه صالوا عليه وكم شدوا. تداعوا على أهليه ذبحا وغيلة، تداعوا على أهليه ذبحا وغيلة، لطفل وشيخ فجر الأجهل الوغد. هم السوءة السوءاء، وهم رجز كل من على الأرض، أخزاهم مؤيدنا الفرد. لنا النصر والتأييد والخزي حظهم، وإمهال رب العالمين له حد. لنا النصر والتأييد والخزي حظهم، وإمهال رب العالمين له حد. كانت هذه قصيدة الشاعر المجيد محمد عبد الحفيظ الهادي، كانت تحت عنوان أشواق وإشراق. ولا يزال حفلنا هذا الميمون
بالعام الهجري الجديد مشاهدينا الكرام في قناة سلام، منسربا إليكم عبر حلقتها في برنامج مع اللغة العربية. الآن نأتي إلى ذكرى الهجرة للشاعر خالد الشرفي. يقول الشاعر في ذكرى الهجرة: قم يا يراعي وسجل سحر أشعاري، قم يا يراعي وسجل سحر أشعاري، وامدح بورد القوافي خير مختاري، انشد لطه بذكرى يوم هجرته، غني القصيدة على أنغام أوتاري، غني القصيدة على أنغام أوتاري، إذ شد رحلا لأمر الله ممتثلا، يرعى مسيرته تدبير أقداري، عانى المشقة عند السير في عرج، عانى المشقة عند السير في عرج، والكفر يتبعه في طول أسفار، قد سار في ثقة والله حارسه، حتى توارى عن الأنظار في الغار، حتى توارى عن الأنظار في الغار، وثاني اثنين فالصديق صاحبه بالنفس والمال ضحى دون إقتار، رفيق أحمد في حل وفي سفر، في الخلق بورك من خل ومن جار، إلى المدينة ركب النور وجهته كفرقد في الدجى أضواء أقمار. رفيق أحمد في حل وفي سفر، في الخلق بورك من خل ومن جار، إلى المدينة ركب النور وجهته كفرقد في الدجى أضواء أقمار، تضوأت طيبة بالطهر ناظرة، قدوم أحمد في أثواب أنوار، تضوأت طيبة بالطهر ناظرة، قدوم أحمد في أثواب أنوار، قدوم أحمد في أثواب أنوار، كأنها من لهيب الشوق واقفة للانتظار على جمر من النار، كأنها من لهيب الشوق واقفة للانتظار على جمر من النار، حتى بدا البدر نورا في ثنيتها، حتى بدا البدر نورا من ثنيتها، فالحسن مكتمل في أفقها ساري، روض المدينة عند الوصل باسمة، روض المدينة عند الوصل باسمة، وللندى قبلت أفواه أزهاري، غنى لرؤيته الأنصار في جذل، حتى سرى البشر في أرواح أطهار، تراقصت في اللقى الأيكات في طرب، ماست غصون على ألحان أطيار، حتى سرى البشر في أرواح أطهار، تراقصت في اللقى الأيكات في طرب، ماست غصون على ألحان أطيار، يا خير هاد لخلق الله منقذهم، يا خير هاد لخلق الله منقذهم، مرحى بركبك في أكناف أنصاري، يا خير هاد لخلق الله منقذهم، مرحى بركبك في أكناف أنصاري، إن كان أهلك قد عادوك في صلف، أنعم بطيبة من أهل ومن دار، إن كان أهلوك قد عادوك في صلف، أنعم بطيبة من أهل ومن دار، قد أبطل الحق مكر البغي أزهقه، وخاب ما كان يرجو حلف فجار، عناية الله من نجتك من يدهم، لا خيط عنكبة
أو ظلمة الغار صلى عليك إله الخلق ما نطقت بالخير ألسنة فيه أبرار. قد أبطل الحق مكر البغي أزهقه، وخاب ما كان يرجو حلف فجار. عناية الله من نجتك من يدهم، لا خيط عنكبة أو ظلمة الغار. صلى عليك إله الخلق ما نطقت بالخير ألسنة فيه أبرار. صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، دعوني أتوقف هنا مصليا على خير البرية وأصحابه الكرام، ونحيي أهل طيبة والمدينة والأنصار، وكذلك المهاجرين وكل الصحابة الذين زكاهم الله فكانوا خير سند لخير رسول ولخير إسلام ولخير عقيدة. مشاهدي الكرام، نحتفي دوما بالهجرة، ونحتفي بتاريخنا المجيد تاريخ الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة المشاهدون، حييكم تحية الإسلام مرة ثانية، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ومزيدا من التلاحم والوحدة والتعاضد، إنما المؤمنون إخوة. تحيات محدثكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف، وتحيات الزملاء خلف الكواليس الذين يعملون في الإخراج الفني ويخرجون هذه الحلقة بثوبها الذي يليق بمقاماتكم السامية أيها السادة والسيدات. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.